هيكون ده حديث الفترة اللي جاية، لأن ده موضوع ما يتسكتش عليه تماما. ركب عربيته معالي الباشا، ركب عربيته ودهس أول حد، هي الدكتورة بسمة علي حسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يمكن لسه جاي من بره، ما حضرتش، بس هو كان خبر عاجل كده، كان لازم أقوله أو أتناقش فيه أو أطرحه لحضراتكم، أو اللي ما يعرفش بيه يعرف. لكن قبل ما أتكلم فيه عايز أقول بمناسبة العيد الأضحى دي، طبعا أول حلقة بعد العيد، كل سنة وحضراتكم طيبين. ندخل في الموضوع على طول، لأنه موضوع على السريع كده. أنا ما اطلعتش عليه، غير إن أنا أخدت بس بيانات ومعلومات، شوية معلومات جمعتهم عنه، ولقيت إنه موضوع فعلا ما يتسكتش عليه، لازم يتعمل فيه حلقة أكبر من كده بكتير، بتفاصيل أفضل من كده بكتير. لكن إحنا عملنا حلقة على السريع بناء على المعلومات اللي هي البسيطة اللي وصلتنا أو اللي قدرنا إن إحنا نجمعها، وهي حادثة مدينتي. يقال أو بالفعل في أسرة، أسرة حمدان زكي، وده راجل طبيب بيطري، اللي في تضارب في الأقوال في الموضوع ده، إن هو مقيم بره وبيجي في مدينتي في الفيلا بتاعته الشهور بتاعة الصيف يصيف، وفي اللي بيقول لا هم مقيمين، يعني في اللي بيقول كده وفي اللي بيقول كده. وزوجته السيدة بسمة علي حسين طبيبة صيدلانية، أسرة مكونة من 5 أفراد، أسرة جميلة بتعيد في العيد زي كل عيد. حدث ما لم يتوقع. طفل من الأسرة دي، الطفل ده اسمه ياسين. ياسين بيلعب بالسكوتر بتاعه، فخبط عربية واحد من البشوات. لما أعمل كده يبقى واحد من البشوات، أيا كان بقى داخلية أو شرطة، فطفل وبدون قصد. فالولد راح لبابا وقال له: يا بابا أنا خبطت عربية وعملت فيها خدش. طبعا بابا ما سكتش، خده وراح قال له: فين العربية دي؟ وريها له، لقاه خدش بسيط. فقعدوا يدوروا على مين صاحب العربية، لحد ما لقوا معالي النقيب. هو نقيب شرطة، تمام، يعني مش لواء ولا حاجة ولا وزير ولا نقيب شرطة، يعني هو كطبيب أفضل منه في الرتبة، والطبيبة اللي هو دهسها عربيته دي أفضل منه في الرتبة، طبيبة صيدلانية، وناس مستواهم أفضل. لكن هو إزاي الناس دي بتبص لنا وكأنه من فوقنا ربنا ومن تحتنا مفيش حد. فحصل مناوشات طبعا بين الطبيب وبين صاحب العربية. طب احنا هنصلحها لك، الولد بسكوتر دخل فيها جرحها جروح بسيطة، فانا هصلحها لك. لا مش هتصلحها، ده انا هعمل واخلي مشادات بينهم. يبقى عمل ايه؟ سابوه ومشوا بعد ما اتهور عليهم وهددهم بطبنجة وحاجات من دي. سابوه ومشوا. فركب عربيته معالي الباشا، ركب عربيته و دهس أول حد. الباشا دهس السيدة بسمة علي حسين، طلع عليها بالعربية رايح جاي لحد ما هشم الجمجمة تماما، وحصل لها نزيف داخلي في المخ. جريوا بيها على المستشفى، ولكن كان أمر الله نفذ، وجري ورا الدكتور بعربيته برضه وكأنه مجنون، لحد ما خبطه وعمل فيه كدمات في الجانب الأيسر على ما عرفنا. طبعا الدكتور عنده ولد اسمه نور حمدان، عنده 10 سنين، عمل له جرح قطعي في الفم. وعنده أحمد عمل له كسر في القدم اليسرى، ده بالعربية برضه، يعني ده كله بالعربية. عمال الباشا اتجنن خلاص، إن كان ضارب برشامة ولا ضارب أي حاجة ولا حقنة ماكس ولا كلام من ده، واتجنن وركب عربيته ورايح جاي يدهس في الناس. دي جريمة تصنف ازاي؟ أسرة كاملة تقتل رأي العين كده، ازاي يا جماعة؟ وهيكون العقاب ايه؟ احنا هنشوف وهنستنى، وعشمنا في ربنا وفي قضائنا العادل ان هو ينصف الناس دي وياخد لهم حقهم. وان الكلام ده لا تماما لا يليق بالشرطة المصرية ولا بالداخلية ولا حتى ان كان بالجيش بتاعنا. احنا نتبرأ من مثل هذه الجرائم تماما وننفيها عن عقولنا حتى لمجرد التفكير فيها.
المجرم ياخد عقابه. واكيد احنا هنتابع الموضوع ده عن كثب. السوشيال ميديا مقلوب يا جماعه، يعني لو محدش يعرف لحد دلوقتي السوشيال ميديا مقلوب، وواقع التواصل الاجتماعي، وهيكون، انا اراهنكم هيكون ده حديث الفتره اللي جايه، لان ده موضوع ما يتسكتش عليه تماما، ما يتسكتش عليه. انت مش من الشرطه او من الجيش معناه انك نبي. انا ومن فوق الله، ما دوني هو التراب. هو اتعامل مع البني ادمين دول ان ما دوني هو التراب. الواقعة حصلت في مربع 19 في مدينتي، ولكن هي واقعة بكل المقاييس. كل الأديان السماوية تتبرأ منها وتجرمها تماما، وبالعامية كده اللي حصل ده ما ينفعش يحصل وما ينفعش يتسكت عليه. وأنا طمعي في قضائنا العادل ان هو ياخد جزاءه وياخد عقابه. هو يعني طبعا انا سمعت حاجات للناس قالوا اصل ده هيطبخوها 3 سنين، وهيحسبوها سرعة زائدة، و3 سنين وممكن كفالة ويطلع، او 3 سنين وعفو رئاسي بعد سنة ولا بتاع، وخلصت الليلة على كده. وهنتابع الموضوع ده عن كثب يعني إن شاء الله، ونجيب كل المعلومات الموجودة عنه باستفاضة عن دلوقتي. وأتمنى ما أكونش طولت عليكم، وسنة سعيدة عليكم، وعيد سعيد، وكل سنة وانتم طيبين، وتصبحوا على خير.